ازيكم يا شباب، معاكم احمد بدرو. النهارده ان شاء الله هنشرح برنامج اليوجي فون. برنامج اليوجي فون عباره عن ان انت بتأجر موبايل، اكن الموبايل ده معاك بالظبط، بس الموبايل ده اصلا في دوله تانية بنت تاني بكل حاجه تانية. طبعا بيسهل علينا التنزيل جدا. بيبقى شغال لوحده مع نفسه، مالوش دعوه بيك خالص، ولا بيسحب منك نت، ولا بيسحب منك موبايل، ولا بطاريه، ولا اي حاجه. طبعا ده حاجه اساسيه قوي، هنستخدمها كتير في السيرفر العربي الفتره الجايه. تمام. هي الايقونه بتاعته يوجي فون، هنفتحه نشرح بس الباقات بتاعته. احنا اول ما بنفتح اصلا بيجيب لنا الشاشه دي. تمام. خش هنا على الباقات بتاعته. هتلاقي في باقه اسمها يو في اي بي، بيقول لك فوق مثلا هي كام كور، كام رام، الكلام ده كله. وهتلاقي مثلا الجي في اي بي نفس الكلام. دي بتكون اعلى شويه، دي بتكون اعلى شويه، دي بتكون اعلى شويه. طبعا كل ما بتعلي كل ما امكانيات الجهاز بتكون اقوى واسرع معاك واحسن. تمام. انت طبعا لو البادجت بتاعتك تمام، كل ما هتعلي هتلاقي اللعبه اسرع معاك. بس هو يعني ما بتفرقش الفرق الرهيب لو انت هتفتح اكونت واحد، وكده كده السيرفر المصري حاليا يعني الموبايل اللي هيجيلك مش هينفع يفتح غير اكونت واحد، فكلنا بنشترك اللي هي الجي في اي بي دي. الجي في اي بي بتبقى مثلا فيها اندرويد 10، اندرويد 12، اندرويد 13. مش تفرق قوي يعني، احنا كلنا بنختار اندرويد 10. طبعا احنا هنلعب السيرفر العربي، فبنختار سيرفر يكون قريب من السيرفر العربي، يعني قريب من افريقيا عشان خاطر يبقى البنج بتاعه كويس. فطبعا هنختار دايما المانيا. احنا طبعا لما كنا بنلعب فيتنامي بنختار سنغافورة. تمام. بس لا، احنا هنختار المانيا. احنا دلوقتي هنختار المانيا. نختار مثلا اللي هي الباقة الشهر. انا مثلا عندي دلوقتي الباقة الشهر ب9 دولار. تمام. بخش بقى وبشحنها على طول. طبعا معظم الناس عندهاش باي بال، فاحنا كده كده بنوفر شحنها، يكون سعرها 500 جنيه. تمام. طبعا انا بشحنها لك. اول ما بشحنها لك بيقوم ايه عندك في الديفايسز كده، بينزل لك الموبايل هنا فوق. تمام. اول ما نزل لك فوق انت كده الموبايل ده اكنك ايه، الموبايل بقى معاك بس انت مش باصص عليه. فانت بعد كده خلاص شحنتها لك، فانت تقوم داخل هنا تدوس كده على الموبايل، الموبايل بيفتح معاك ويبتدي اكنك بتبص على الموبايل في الدولة التانية. تمام. طبعا انا هنا مظبط الدنيا ومنزل اللعبة وكذا حاجة. فانا دلوقتي هفهمكم اكن انا مش منزل اللعبة. لو انا هنزل اللعبة اللي هي سيلك رود موبايل عربية، هنزلها ازاي. تمام. انا اول ما بخش يعني بخش هنا اهو، اخش على الكروم. اول ما اخش على الكروم احط اللينك بتاع تحميل اللعبة، يعني انا اخش هنا فوق احط اللينك بتاع تحميل اللعبة عشان خاطر انزل اللعبة اي بي كي على الموبايل التاني اصلا. تمام. طبعا هاجي اعمل بيست كده، مش هلاقي اصلا اللينك اللي انا عايزه، يعني مش هلاقيه هنا في الكيبورد اصلا، عشان الكيبورد دي اصلا بتاعت الموبايل دي غير الكيبورد اللي معايا. تمام. فانا بدوس على الزرار الاخضر ده، حاجه ان اسمها فين سند تكست. تمام. بدوس سند تكست هيظهر لي اللينك، عشان انا اصلا كنت واخده كوبي من الواتساب. يعني انا مثلا حطيته اهو في الواتساب، جيت هنا اهو اخدته كوبي. تمام. اي حاجه باخدها كوبي من الموبايل برجع تاني لليوجي فون، اقوم ايه راجع حاطط سند تكست الاقيها هنا، فادوس هنا بيست. خلاص كده هي كده اتعملت بيست في الكيبورد بتاعت اليوجي فون. فارجع تاني اقوم ايه ظهرت عندي اهي هنا اهو. تمام. فادوس هنا ظهرت معايا، هدوس هتلاقي الاي بي كي ابتدى يحمل معاك. تمام. اول ما الاي بي كي يبتدي يحمل معاك ممكن بقى ايه اقفل اليوجي فون اصلا خالص واطلع بره، وهو يحمل بقى مع نفسه. لما يخلص ايه اقوم داخل احمل الاي بي كي عادي من الكروم زي ما اي حد بيحمل من المكان بتاعه. هو في السيتنج تقريبا او فين مش فاكر، بس هو كده هيبقى ظاهر معاك على طول. بعد كده تطلع بره هتلاقي ايه اللعبه ظهرت معاك بره على طول. فاحنا بقى ايه اللعبه بعد ما تظهر نخش نفتح اللعبه. اللعبه فتحت معاك عادي خالص اكنك معاك موبايل تاني اصلا. هي بتحمل معانا، مستنيينها تفتح بس. طبعا احنا بنحاول برضو دايما ايه الكواليتي ده نقلله شويه، يعني كل ما نقلل الكواليتي ده فهو كده ايه انا بشوف جوده الموبايل التاني بجوده اقل، فده يخلي النت يستهلك معايا اقل. اصلا طول ما انا فاتح اليوجي فون كده وببص عليه اكني فاتح فيديو وبتفرج عليه. طبعا كل ما بقلل الكواليتي بتاعه كل ما النت عندي بيتسحب اقل، وانا ببص على اليوجي بتاعي. تمام. هطلع بره. دخلت الجيم اهو، انا كده كده عامل لوجن قبل كده. خش. دخلت اهو على الاكونت عادي خالص، دوس انتر. اللعبة فتحت معايا عادي خالص زي موبايلي بالظبط، والدنيا سلسة وجميلة زي ما انتوا شايفين. طبعا لو مثلا عملت الكواليتي اللي هو ال HQ اللي هو هاي كواليتي، المفروض كده اشوف الصورة بشكل اوضح، بس النت عندي يستهلك اكتر. اللعبة كده هو هتخش معايا على طول.
هو اللعبة دخلت معايا اتحرك عادي اكنه موبايلي بالظبط، مفيش اي فرق. انا مثلا اهو مثلا شغل البوت مثلا، تمام، هو بضرب في الوحش، هطلع من اللعبة اصلا خالص، طلعت من اللعبة خالص، تمام. شفت انا كنت بضرب في وحش، تمام، هفتح الاقي نفسي بضرب في وحش تاني عشان هو اوريدي ايه، شغال مع نفسه، مع ان انا بره اصلا وقفلته خالص. بص ممكن اقفله خالص، اصلا قفلته اهو خالص، تمام. هرجع تاني اخش عليه، تمام. بعد ما اخش عليه انا كده بيقول لي انت مش بص على الموبايل، تحب تبص عليه؟ هخش ادوس ابص عليه. دخلت اهو بص على الموبايل، هلاقيه هو كده كده شغال مع نفسه، ملوش دعوه باي حاجه، تمام. طبعا في ميزه ان انت تعمله برضو فلوت ويندو، يعني انا ممكن اسحبه كده واسحبه لفوق، خلاص بقى فلوت فوق اهو، تمام. طبعا اهو كبره تاني فول سكرين، كده كل حاجه شغاله معايا تمام. وكده تقدر بقى تسيب الموبايل ليفل براحته خالص، وكل شويه بس تخش تبص عليه بصه وخلاص، متفضلش بقى هالك الموبايل معاك ولا الدنيا خربانه معاك ولا الكلام ده كله، تمام. دلوقتي بقى ايه، يعني مثلا انا عايز اطلع من الموبايل او عامل باك من الموبايل نفسه بتاعي مرتين اهو كده وانا طلعت بره، تمام. هنا بقى في اعدادات، شويه اعدادات زياده. في حاجه هنا اسمها shared devices، يعني ممكن تشير اليو جي بتاعك مع كذا حد صاحبك، يعني انت تقدر تبص على اليو جي بتاع صاحبك وهو يبص على اليو جي بتاعك، عشان لو عاملين بارتي او حاجه تقدروا ان انتوا ايه، لو في اي مشكله في البارتي آه، تفتحوا اليو جي بتاع بعض وتعدلوا البارتي بتاعكم، تمام. بس يعني دي اهم حاجات في اليو جي اللي انا فهمتها لكم، تمام. هنخش برضو تاني في حاجه تاني زياده برضو افهمها لكم. لو عايز تفتح كذا اكونت المفروض بتعمل ايه؟ احنا بقى هنا كده هنقفل اللعبة خالص. انا مثلا ايه، عايز ادوس على الهوم عشان اطلع بره، هي الزرار ده اللي على الشمال اللي هو الاخضر ده اهو فيه الزراير هنا ايه بتاعت الهوم والكلام ده. شفت انا اول ما دوست في النص طلعني بره، ولو دوست عليه هنا برضو ودوست اللي هي اللي على اليمين هيجيب لي اللي هو الحاجات اللي انا فاتحها. مثلا عايز اقفل اللعبة ادوس كلوز، تمام. انت عشان تفتح بقى كذا اكونت، يعني في الفيتنامي عشان نفتح كذا اكونت بنخش هنا على الجيم سنتر، نكتب هنا مثلا ثروم. بص هنا بقى ايه، يعني ممكن نحمل اللعبة من هنا، بس هو حاليا زي ما انت شايف هو مش ظاهر غير الفيتنامي والتركي. فانت مثلا بيقولك ايه، التركي مثلا ممكن تفتح 3 اكونتات، يعني بتنزل ال3 وكل واحدة تفتحها باكونت، ويبقى انت كده فاتح 3 اكونتات عادي. الفيتنامي بتنزل ال4 وبرضه تقدر تفتح 4 اكونتات، بس طبعا العربي عشان لسه منزلتش رسمي فهي مش موجودة. فحاليا العربي اليوجي مقدرش يفتح اكونتين فيها، بس طبعا مع الوقت هتلاقي نزل هنا برضو العربي ونقدر نفتح كذا اكونت ان شاء الله، عشان لو عايز تفتح كذا اكونت تعمل بارتي وتظبط الدنيا والكلام ده كله. طبعا الموبايل ده يعني شغال معاك زي اي موبايل، ممكن تعمل تستخدمه في اي حاجة تانية، مش شرط تستخدمه يعني في سلك رود بس، تمام. وطبعا كل شهر طبعا لازم تجدده عشان خاطر ايه الباقة متخلصش منك وتلاقي الدنيا ساحت معاك. طبعا بعد كده بقى ان شاء الله يعني في الفيديوهات الجايه بشرح لكم الاوتو كليكر برضو، عشان ازاي تستخدموا الاوتو باف في الاوروبي، ويسويتش ما بين الكليريك والويزرد ويبتدي يظبط الدنيا والكلام دوت، عشان خاطر عارف الناس اللي في الاوروبي متسوح. وتشرفوني في اي وقت. كده كده اليو جي ده برضو انا بشحنه، تمام. شحن اليو جي بيكون 500 في الشهر. طبعا انت لو معاك باي بال ممكن تشحنه لنفسك، مفيش اي مشكله، واكيد هتشحنه ارخص. انا حتى عرفتكوا طريقه الشحن، يعني انت اصلا لو معاك باي بال خش اشحنه لنفسك، انا مبقولكش اجباري تشحنه مني، يعني انت ممكن تشحنه لنفسك. مع مش عارف تشحنه انا برضو موجود، واي استفسار اي اسئله ممكن تبعتولي على البرايفت. شكرا.